مساء الخير أحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحة جيدة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حبيبي يا محمد يا رسول الله. اليوم حبيت نشارككم وصفة صابلي راقية بشكل قلب بحشوة الكراميل اللذيذة وتغطية من الشوكولاتة الشهية، حلوى تجمع بين المذاق الفاخر والشكل الأنيق، مناسبة للتقديم في المناسبات أو مع فنجان قهوة دافئ، وكل قطعة تذوب في الفم وتمنحكم متعة لا تقاوم. بقاو معاي شوفوا المقادير وكيفية التحضير. نبداو على بركة الله. المقادير: عندي بلاكة زبدة 250 غرام، عندي كأس من النشا وكأس من السكر، عندي 2 حبات بيض، عندي كيس واحد لافاني وكيس واحد لا ليفور، وعندي 4 ملاعق من الزيت، وعندي 2 ملاعق من الكاكاو يكونوا كبار. نبداو على بركة الله التحضير. كما شفتوا حطيت الزبدة، حطيت الزيت، حطيت السكر، وحطيت البيض، حطيت الكل مع بعض، ومن بعد خلطتهم بالباتر كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينة طرية كما تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نكملوا نضيفوا المكونات اللي معانا والمتبقية. حطيت لا ليفور كما راكم تشوفوا، وحطيت لافاني، وحطيت كأس من النشا كما تشوفوا بهذا الشكل وبهذا الطريقة. حطيت الكاكاو اللي كنت قلت لكم في المقادير 2 ملاعق من الكاكاو يكونوا كبار. خلطت بيدي مليح، ومن بعد زدت أضفت الفرينة حتى نتحصلوا على العجينة المطلوبة وتكون طرية بهذا الشكل وبهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. من بعد نبداو التحضير. نجيبو كما راكم تشوفوا، جبت كيس بلاستيك وحطيت العجينة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ومن بعد نزيد نجيب الكيس الثاني فوقها، وكما راكم تشوفوا نحلها بالحلال هكذا باش يكون معايا كل شيء سهل وواجد. من بعد نجيبوا القالب اللي كنا حضرناه على شكل قلب، وكما راكم تشوفوا ووريت لكم في الاول عندي 3 اشكال من القلب، عندي الكبير وعندي المتوسط وعندي الصغير خلاص، وانا اخترت المتوسط، وكانت هذه هي النتيجة بعد ما حطيتهم في الصينية وحطيتهم بطبيعة الحال في الفرن، وكانوا واجدين معانا بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وما نقولكمش ولا أروع في القرماشة. وهنا أكيد ما خلصتش، وش درت أنا باش تجيني العملية سهلة؟ حطيتهم مع بعضهم كل حبة مع ختها كما راكم تشوفوا وجدتهم. وهنا كنت نوجد في الكراميل، وجدته في الدار أكيد بطبيعة الحال ما شريتوش من برا، وراني نخلي لكم في صندوق الوصف كيفية تحضير الكراميل، وما نقولكمش بزاف بنين، ويكون بنين بزاف على اللي يتباع في الأسواق كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وهنا كما راكم تشوفوا بديت نحط لهم الكراميل. الحشوة كانت رائعة، أكيد الحشو اختياري، كاين اللي ما عندوش مثلا كراميل يحط مربى المشمش أو أي مربى يعني تحبوه انتوما، بطبيعة الحال الجود بالموجود. وكما قلت لكم أنا هذا الكراميل عملته في الدار، ونخلي لكم في صندوق الوصف شوفوا الوصفة، وأكيد التحضير سهل وراح يجيكم ما شاء الله أحسن من المحلات. أكيد كما راكم تشوفوا هنا بعد ما نخلص كل الكمية اللي معاي نروح نحضر الشوكولاتة كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هنا خلصت كل الكمية اللي معاي هكذا باش يكون كل شيء سهل معاي. وهنا بديت نحط لهم الشوكولاتة من فوق كما راكم تشوفوا كل حبة وحدها، وخليته أكيد بطبيعة الحال حتى وين تنشف معاي الشوكولا تماما، ومن بعد نقدمها، والتقديم يكون اختياري كما قدمتها لكم أنا كما راكم تشوفوا
حطيت لهم على جنب شوية بيستاش، وكان التقديم بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وأكيد إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وما تنسونيش كما ديما نقولكم بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة والراقية اللي ديما تفرحني وتشجعني. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.